هي كنتي اللي ماتت سعرك سعر بنتي واحفادي. ان شاء الله ان يطلبوا بالجنه ان شاء الله. شفاعة لابوه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. وبلا ما نطول عليكم الهضره غادي نمشي مباشره لسرد احداث ووقائع جريمه اليوم. الجريمه ديال اليوم غادي تدينا لسوريا، وبالضبط ببلده بيت سحم. تما فين كتعيش واحد العائله اللي مكونه من الاب والام وثلاثه ديال الاطفال. الكبير ديالهم اللي هو ياسر كيبلغ من العمر 12 سنه، والبنت الوسطى كتبلغ 8 سنوات، والابن الصغير اخر العنقود اللي هو عبد الرحمن وعنده 4 ديال السنوات. واحد العائله كتعيش ميسوره الحال. الاب خدام مزيان، الزوجه الصراحه ربة بيت. عايشين في سعاده، مزوجين عن حب مع وليداتهم في سلم وسلام، حتى كيجي واحد النهار المشؤوم اللي غادي نعاود لكم الاحداث ديالو اليوم. داك النهار اللي فجع الساكنه ديال بيت سحم وفجع سوريا، وكانت قضيه راي عام. وفي صبيحه 30 يونيو 2020، يوم عادي كجميع الايام، كيكونوا ناعسين الاسره اللي قلت لكم، اللي هو الزوج ياسر الصعب والزوجه ديالو والابناء كل واحد في البيت ديالهم. ما خاطا الابن الصغير عبد الرحمن اللي كان باقي صغير كان في ديك النويمسيه اللي كتكون حدا السرير ديالهم. غادي ينوض عبد الرحمن في الصباح بكري، غادي يضربوا الفيقه مع 6 ديال الصباح. غادي يجر على باه المانطا، غادي يفيقوا باه طبيعة الحال. فاش غادي يشوف ولده مفيقو غيعرفوا راه باغي يلعب معاه، غادي ينوض، ما غاديش يبقى ناعس، غادي ينوض يبقى يلعب مع ولده، وغادي يفيق مراته وغادي يقول لها صافي نضنا بلا ما نرجعوا نعسو، سيري فيقي الوليدات وسيري صايبي لينا الفطور ونفطروا مجموعين ومن بعد نخرجوا. صافي داكشي اللي كاين. الزوجه غادي تنوض، غادي تمشي تفيق وليداتها الاخرين وغادي تبدا تصيب في الفطور. كيلعب ياسر الصعب مع الابن ديالو ذو 4 سنوات اللي هو عبد الرحمن، يلعب معاه حتى غادي يسمع الصونيت ديال الباب. الجرس غادي يرن ديال الباب، وغادي تكون ديك الساعه في الساعه 6:30 ديال الصباح. او شكون اللي جا عندنا في هذا الوقت ديال الصباح بكري؟ شكون اللي زعما غادي يصوني علينا في هذه الوقيته؟ يعني حتى شي حد ما كيتجرأ يجي عند شي حد في هذيك الوقيته الصباح بكري، خصوصا فاش كيكون نهايه الاسبوع، يعني السبت والحد بنادم كيبغي يصبح ناعس. راه حتى شي حد ما غادي يبغي يمشي يزعج شي حد وغادي يصوني عليه في داك الوقت الباكر ديال الصباح. فغادي يقول للزوجه ديالو بقيت هي في المطبخ، وغادي يمشي باش يفتح الباب يشوف شكون جا. غادي يفتح الباب، غادي يلقى الصديق ديالو محمد مع الصديق ديالو الاخر عمر. محمد وعمر جايين وجايبين حاملين معاهم الاجهزه ديالهم ديال الكهرباء، بحكم انهم كهربائيين كما كنقولوا بالدارجه تريسيانات. هذاك تريسيان والاخر تريسيان. تفاجأ كيشوفهم، قال لي ما جيتو ديروا في هذا الصباح؟ قالوا ليه راه جينا باش نصلحوا الخطا اللي درنا معاك، بحكم انهم كانوا بشهر قبل جاو داروا ليه لانستالاسيون ديال الضوء للدار، ولكن ما صوبوش ليه داكشي اللي بغا، خربقوا ليه في داك السيستم ديال الدار ديال الضوء. وقال لهم صافي حبسوا الخدمه، سيروا، ما بقى عندي ما ندير انا بهاد الخدمه ديالكم. يعني طرا واحد سوء نقاش بسيط اللي طرا بيناتهم وصيفطهم في حالهم. فاش كيجيو عندو في داك الصباح قالوا ليه راه جينا باش تسمح لينا على داك الخطا اللي درنا معاك، وجينا دابا باش نعاودوا لك لانستالاسيون كلها من حد دابا السبت والحد نخدموا لك هذيك الخدمه اللي خاصك. قال لهم واخا ما علمتونيش، ولكن ما عندي ما ندير. دخلوا بعدا، دخلوا من الباب، دخلوا جلسهم في البيت ديال الضياف. غادي يقول للزوجه ديالو انها تصاوب ليهم القهوه، تعطيها الزوج ديالها، غادي يجيب ليهم القهوه، غياخذوا من عنده القهوه، ومباشره غادي يفاجئوا محمد اللي هو صاحبه، غادي يفاجئوا بواحد الطعنه للخصر. غيطعنوا الطعنه الاولى للخصر، غادي يبقى يشوف فيه مصدوم ويقول لي علاش درتي ليا هكا؟ واش بغيتي تيتم وليداتي؟
علاش بغيتي تيتم وليداتي؟ يلاه كمل هاد الجمله، غادي يسدد ليه طعنه اخرى في البطن ديالو وغادي يطيح، غيخليه كله كينزف بركه ديال الدماء. ومع هذيك الطعنه الثانيه اللي ضربوه فاش غادي يطيح هذيك العلبه ديال السكر اللي موجده ليهم الزوجه ديالو اللي فيها السكر اللي غادي يديروا في القهوه، غادي تطيح وغادي تهرس. هما باش ما يثيروش الانتباه ديال الزوجه وتجي وتعرف شنو كاين، قال ليه فداك يا ابو ياسر. زعما بحال كما كنقولوا لقات البلا والباس، بحال راه ياسر طاحت ليه هذيك البواطه ديال السكر، وكما كنقولوا حنا قالوا ليه لقات البلا والباس صافي باش ما يثيروش الانتباه ديال الزوجه ديال ياسر. والغريب في الامر والصدمه انهم غادي يجلسوا كيشوفوا فيه كينزف في الدمايات، وغادي يجلسوا على خاطرهم كيشربوا القهوه ومستانسين عادي. وملي غادي يساليو القهوه على خاطر خواطرهم، فهنا غادي يبداو بتنفيذ الخطه ديال ابليس. غادي يمشي مباشره باش يشوفوا اشنو غادي يسرقوا من الشقه ديالو. غادي يتوجهوا اول حاجه غيتوجهوا للبيت ديال النوم، غيمشيو للبيت ديال النعاس، غادي يلقاو الزوجه ديال ياسر تما ما غادي تعرف باش تبلى. غادي في البلاصه غادي يهددها بالسلاح وغادي يقول لها جبدي الفلوس اللي عندكم كامله حطيها ليا هنا. غادي تقول لي شوف ما تقيسني، ما تقرب ليا لا لولادي لا لراجلي، خذ اللي بغيتي، ما تاديناش وما تقيسناش. جبدات لي مسكينه دوك الفليسات اللي عندهم، حيدات داك الذهب اللي كان في يديها عطاتو ليه، حيدات واحد دبيلجات اخرين كانوا مع حوايجها وواحد الخويتمات حتى هما عطاتهم ليه. مسكينه كلها كترعد وكتبكي كتغوت. راجلها مسكين فاقد الوعي في الصالون وكينزف وكيسمع كل شيء بودنيه، وكيسمع الزوجه ديالو كتستنجد وكتغوت، ومسكين ما قاد يدير والو، ما عندوش جهد باش يهضر، ما عندوش جهد باش ينوض. يعني مسكين لا حول له ولا قوه. تخيلوا معايا المنظر، والمنظر اللي كيألم كتر 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 بزاف. يعني فاش سمعت هاد المشهد هذا اللي بصراحه اللي كيألم بزاف، هي ان غادي يجي داك الولد اللي عنده 12 عام فاش كيسمع مو كتبكي وكتقول ليه خذ اللي بغيتي، غادي يجي مسكين من البيت ديالو وغادي يجيب واحد الحصاله ديال الفلوس اللي داير فيها الفليسات ديالو، وغادي يقول ليه هاكا خذ، ما تاديش ماما وبابا، هاكا خذ اللي بغيتي وما تاديش ماما وبابا. وهاد المجرم وهاد الشيطان اللي في صفة انسان ما غاديش يرحم هذاك الدري الصغير. غادي يشدو داك صاحبو الاخر، غادي يلوي عليه سكوتش فمو، غادي يديه يربطو في بيتو، غادي يسدد ليه تقريبا 7 ديال الطعنات، غيحطو مسكين جثه هامده. غيمشي عند ختو نفس الشيء حتى هي، غادي يربطها حتى هي وغادي يسدد ليها حتى هي 5 ديال الطعنات. والاخر في هذا الاثناء الاخر غادي يمشي من بعد ما خدا هذوك الفليسات وخداو اللابتوب الكمبيوتر وخداو الهواتف النقاله اللي كاينه في الدار، يعني ما ساوياش شي حاجه قدام هاد الارواح ديال هاد الناس اللي كيزهقوا فيهم. غادي يرجع للزوجه ديال ياسر وغادي يقطع لها الملابس ديالها وغادي يمارس الغريزه الوحشيه ديالو. يعني واحد المشهد ما كيقدر حتى شي حد يتصورو. والزوجه كتغوت وكتستنجد بالزوج ديالها، والزوج ديالها كيسمع كل شيء على ودنيه وكيعرف بان راه الزوجه ديالو كتعرض للاغتصاب، كيسمع فيها وما قاد يدير والو. تخيلوا معايا هذا المنظر كامل. ملي سالا الغريزه ديالو غادي يهزوا داكشي كامل اللي خداو، غادي يجمعوه في واحد القفه، وغادي يجيو ما كيسحاب ليهم ياسر. مات ياسر باقي في الحياه وكيسمع كل شيء، ما قاد لا على حركه، ما قاد على حتى شي حاجه. غادي يمشيو مباشره للمطبخ، غادي يحلوا الغاز ديال المطبخ وغادي يشعلوا البريكه، غادي يلوحوها وغادي يخرجوا عادي من الباب، غادي يسدوا الباب وغادي يزيدوا في حالياتهم. تخيلوا معايا حتى غتبدا تشتعل النيران في الدار كامله. ولحسن الحظ الجيران غادي يشوفوا الدخان خارج من النافذه، غادي يبداو يعيطوا عليه، كيعيطوا عليه بسميتو.
هو مسكين كيسمعهم ولكن ما قادش باش يوصل ليهم، ما قاد يوصل للباب، ما قاد يهضر، ما قاد واخا هو كيغوت مسكين، ولكن الصوت ديالو الجهد ما كاينش باش غادي يوصل للجيران وباش غيعرفوا راه كاين شي حد تما في الدار. المهم كما عارفين الشهامه ديال العرب والشهامه ديال السوريين، فغادي يديروا السلالم وغادي يبغيو يحاولوا يطلوا من النوافذ يشوفوا واش كاينين موالين الدار. بالفعل غادي يكسروا النوافذ وغادي يبان ليهم ياسر الصعب في بركه ديال الدماء ودايره به النيران من كل قنت، يعني وما قادرش على الحركه. عرفوا بان تما راه كاينه جريمه ديال القتل. عيطوا في البلاصه للشرطه، عيطوا لرجال الاطفاء، ولكن ما غاديش يتسناو حتى غادي يجيو رجال الاطفاء. فبالشهامه ديال اولاد سوريا واولاد ديال المنطقه ديال بيت سحم غادي يجيو وغادي يهرسوا داك الكرياج ديال الباب ديال الشقه، وغادي يفرعوا الباب ديال الشقه وغادي يدخلوا عنده وغادي يخرجوه مسكين هو في ديك الحاله ديال الدمايات وكلشي. غيخرجوه بعدا على برا بين ما جات لامبيلونس. ملي غيخرجوه على برا كيهضر بصوت منخفض وغيقول لهم راه صاحبي محمد وعمر هما اللي قتلوني وقتلوا وليداتي. دوزوا ليا الوالد ديالي في المكالمه باش نقول ليه هادشي. راه انا ووليداتي ومراتي راه قتلونا عمر ومحمد. واحد السيده مباشره غادي تدوز المكالمه وغادي تعطيه باش غادي يهضر بالفيكس مع في البيت ديال والديه. غادي يجاوبوا الاب ديالو غادي يقول لي انا راه ياسر، انا راه كنموت وراه وليداتي ومرتي راه جاو قتلونا محمد وعمر. ما صدقوش ولدو، ما صدقوش الاب ديالو. كيقول لي شنو كتقول؟ شكون انت وشكون انت ماشي ياسر. كيقول لي انا ياسر ولدك. عطى لهاديك السيده هضرات مع بواه قالت لي جي راه هنا راه اشنو كاين واشنو كاين، راه باقي ما عرفناش اشنو واقع الدراري الاخرين، شنو السبب شنو طرا عليهم. جي لهنايا راه كارثه واقعه. الجيران واخا العافيه مطوقه، يعني ديك البلاصه فين كاينين البيوت ديال الدراري وبيت نعاس مطوقه ما عندهم كيفاش يدخلوا. غادي يجيبوا الماء بالطرق التقليديه بسطوله، غادي يطفيو تما العافيه وغادي يخرجوا. اول حاجه غادي يخرجوا داك الدري الصغير عبد الرحمن اللي ما ذكرتوش لكم، نسيت ما ذكرش لكم كيفاش قتلوه. عبد الرحمن ما سددوش ليه الطعنات، بل جابوه حتى لحدا بواه وقجوه بواحد الاشارب بواحد الزيت، قجوه تزهقوا ليه الروح ديالو. عبد الرحمن غادي يخرجوه في البلاصه، غادي يتبعوه لبواه، غادي يعرفوا راه ميت، ولكن غيبقى يقول لهم دخلوا لداخل شوفوا اشنو طاري في مرتي ولادي. انا عارفهم ميتين ولكن دخلوا شوفوا شنو طاري ليهم. ملي طفاو النار غادي يمشيو للبيوت ديال الدراري، غادي يلقاهم مربوطين ومفحمين، وغادي يمشيو للبيت ديال ياسر والزوجه ديالو. غادي يلقاو الزوجه متفحمه وعاريه من الملابس، يعني واحد المنظر راه كيعاود واحد الشاهد تما شفت الفيديوهات ديال هاد الواقعه، يعني واحد المنظر اللي قال لك ما كيقدر يتحملوا حتى شي حد اللي شاف الزوجه وشاف الابناء اللي دخلوا وشافوهم وخرجوهم من تما. يعني مشهد كارثي بكل المقاييس. غادي تجي لامبيلونس، غادي يهزوا مباشره الجثث كاملين في السياره ديال الاموات لانهم كلهم بقاو ميتين. غادي ينقلوا ياسر الصعب لاقرب مستشفى، وبالفعل غادي يكون تدخل ناجح ديال الاطر الطبيه وغادي يتمكنوا من الانقاذ ديال الحياه ديالو. وغادي نخليكم مع واحد المقطع ديال ياسر الصعب اللي كيحكي بنفسه هاد المعاناه اللي داز منها وهاد المشاهد الصعبه اللي ما كنبغيو حتى شي حد غيحكيها على اللسان ديالو. غادي نسمعوا ليه ونرجعوا باش نكملوا القضيه ديالنا. قلب معي تعصب لنا فنجان قهوة، 2 وسط وأنا بشرب سادة. قعدتهم بالصوت بالوسط، قعدتهم بالصوفة ورحت فيت أهل بيتي قلت لها ساوي لي قهوة 2 وسط 1 سادة والسكرية معي كمان. ساوت لي قهوة منو فايت لجوا، عم حط القهوة سفانة والسكينة بخاصرتي. قلت له عمر عندي مرة وولاد، شو بدك بس لتربي على ولادي ولا على مرتي؟
قام هيك ولد سفني واحدة تانية، قعدت بالأرض ما تحركت. بدي أصرخ مشان يحسوا أهل بيتي، حط الروسية فوق راسي، خبطني فيه ضربين ووقعت. بس لو وقعت بالأرض صرخ من وحدة برقبتي، سكينة نفرت، جي صب القهوة وحط رجليهم فوق رجلي لبين ما يصفى دمي، عملوا في رقبتي دم وثبتوني. شربوا سيجار صحيان لهم، حاطين رجلهم فوق رجلي وعم يستنوا يصفى دمي. شربوا القهوة وشعلوا سيجارة. نط هذا خذ راحتك. نط عمر قال لي فداك ابو اليسار، انكسرت السكرية، عم يعلي صوته عشان يسمعوا مين اهل بيتي انه ما في شي. فات عمر ووراه هداك رفيقه، زعوطوا اهل بيتي. فكما سمعتوا معنا ياسر الصعب، وفي الحاله ديالو كيفاش كانت، واخا الحاله ديالو كانت باقا ما مستقراش، كيعاود اشنو طراليه. وكنظن راه كلشي غادي يحس به، يعني راه ما كايناش شي ابتلاء اكثر من هذا الابتلاء ديال الابناء وديال الزوجه، وبهذه الطريقه وبهذه الوحشيه. ومنين من اقرب الناس، من الصديق ديالو اللي مدخلو لدارو واكل طعامو، تاق فيهم. يعني راه هاد القضيه هادي كتخليك ما كتثيق حتى شي حد، وما تدخل لدارك حتى شي حد براني. هاد القضيه انا بعدا فقداتني الثقه في كل شيء. هاد القضيه ما تخليك تدخل حتى شي حد براني لدارك. يعني الصراحه الماتني بزاف هاد القصه. وكما شفتوا راه تمكنوا الاطباء باش ينقذوا الحياه ديالو. وبالنسبه لصحابه بين قوسين اللي حاشا واش يكونوا اصدقاء، فغادي تمكن الشرطه بالمساعده ديال الاب ديال محمد انهم يلقيو القبض عليهم. داروا ليهم واحد الكمين تحت جسر الزهره وشدوهم تما، وغادي يعترفوا بكل شيء داكشي اللي منسوب ليهم. وغادي يبقى يعاود هذاك الصديق ديالو بين قوسين غيعاود التفاصيل كما عاودت لكم انا، غادي يعاودها عادي. غادي نخلي لكم حتى هي واحد المقطع غادي تشوفوه كيفاش كيعاود بكل بروده. وهذا راه يحصر مجوج وعندو وليد، ارتكب هذه الجريمه للاسف اقرب المقربين ليه. علاش شويه ديال الفلوس، علاش على الحسد، علاش على ديك العيشه اللي كيشوف صاحبو عايشها، شافو مفاهم مع مرتو عندو وليداتو عايشين في سلام، علاش ما بغاش ليه الخير. الله اعلم. بزاف ديال التساؤلات كتطرح. والناس هاد الجريمه وقعت في 2020، باقي الان الناس كيجبدوها ديال سوريا، باقي كلشي متاثر، وباقي كلشي كيدوي عليها في بلده بيت سحم. يعني واحد كارثه بكل المقاييس. وان شاء الله راه غادي يكونوا كاملين دوك الوليدات في الجنه، والزوجه اكيد فتا هي غادي تكون شهيده من الشهداء ديال الغدر. والله يصبروا على وليداتو وعلى مرتو. راه هادشي واخا بصراحه راه صعيب باش يصبر في هاد المواقف، ولكن هذا هو القضاء والقدر ديالو، هذا هو الابتلاء ديالو. ما بغيتش نطول عليكم فيديو حيت كاينين شهادات ديال الجيران، ديال الاب ديالو، ديال الام ديال ياسر الصعب، اللي الصراحه تاثروا بزاف مع ولدهم. راه الحفيد راه كيكون غلا من الابن. يعني كنت تشوفوا الحاله ديال الاب ديال ياسر الصعب، يعني راه ما تصبروش ليه. صراحه هاد القضيه الماتني بزاف، وقلت ضروري نشاركها معكم بحكم انني ما شفتش بزاف هضروا عليها. وهذا الشيء اللي كاين كنتمنى نكون وصلت التفاصيل ديال هذه القضيه كما يجب. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل باذن الله. كنبغيكم بزاف، الى اللقاء. فقررنا انه نفوت لعنده الساعه 6:30 الصبح، بالوقت اللي هو لازم ينزل فيه على المحل. وتوصلنا على البيت لقينا موجود. فتنا على البيت، استغرب فينا الصبح جايين بكير،
قلنا له بدنا نشرب فنجان قهوة، جاي نكفي لك الكهرباء مشان نلحق الدوام. اللي ماشي فات ساوى قهوة